عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل اكله حلوه قوي واقتصاديه جدا جدا جدا، حاجه كده يعني جميله وفي نفس الوقت اقتصاديه على قدنا. معايا النهارده ايه؟ اجنحه الفراخ، ومعايا بردك من الرقبه، معايا من الاجنحه ومعايا من الرقبه. هنعمل لها تتبيله حلوه قوي قوي قوي، منها مشويه زي المشويه، وفي نفس الوقت هنعملها صينيه بطاطس. هنعمل معاها صينيه بطاطس. البطاطس بتاعتنا بردك مقطعينها كده صوابع تكون تخينه عشان تستحمل السوا بتاع الايه، بتاع الاجنحه. تعالي بقى اقول لك هندبل الاجنحه دي ازاي. ومعايا ايه؟ معايا من كل حاجه معلقه صغيره من البصل البودر، الثوم البودر، فصين من الثوم، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، مرقه دجاج واحده من المرقه، ونص معلقه صغيره بردك من الملح عشان المرقه دي بيبقى في قلبها الايه، بيبقى في قلبها ملح. ومعايا بردك شويه ذره كده من الشطه. تمام تمام. ومعايا هنا معلقه كبيره من الكاتشب، ومعايا هنا معلقه كبيره من صويا صوص، ومعايا هنا معلقه كبيره بردك من دبس الرمان. تمام تمام. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل الاول تتبيله الاجنحه ازاي. معايا هنا طبق. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحط كل التوابل على بعضها، هنحطها هنا كده مع الثوم، وهحط بردك معاها المرقه، واحده كده من المرقه. ومعايا هنا معلقه كبيره كده من الكاتشب. انا عايزه اقول لكم التتبيله دي تحفه تحفه تحفه. معلش نسيت اقول لكم اللي فيه ربع كوبايه كمان زيت. تمام. هنحط بس معلقه كبيره من الايه، من دبس الرمان، من صويا صوص، معلقه كبيره كده حلوه، ومعلقه او معلقه ونص، معلقه ونص كده. ومعايا كمان معلقه من الدبس الرمان، اهي من الدبس الرمان كده. ومعايا هنا نص، يعني ربع كوبايه صغيره من الزيت كده اهو. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها، بس هنزل كده الدبس الرمان ده عشان ماسك اهو. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها. عايزه اقول لكم بقى الريحه والطعم، بص حاجه كده قمر قمر. هيبقى منها مشويه ومنها برضك استفدنا منها في صينيه بطاطس. وممكن لو عايزه كمان تعملي فراخ مشويه من يعني بالتتبيله دي تنفع كويس قوي يعني تنفعك كمان في فراخ مشويه. بس انا نسيت اقول لكم يعني على الزيت، يعني ما تنسوش الايه، ربع كوبايه الزيت. قلبيها بقى كويس كده ببعضها. قلبتها حلوه قوي كده. تروحي عامله ايه بقى؟ الله ريحتها حلوه والله العظيم. هتعملي ايه؟ هتحطي بقى الاجنحه بتاعتنا بقى دي كده. كل الاجنحه بتاعتنا بقى بالرقبه بكل حاجه هنحطها بقى كده، وهنقلبها كويس قوي مع بعضين اهي كده. نتعامل بقى بايدينا. بسم الله. عايزه اقول لكم بقى التتبيله دي هتطلع من الفرن الاجنحه دي طعم وريحه ولون وحاجه كده قمر. وبعد كده لو حبيتي تدبليها قبلها بساعتين 3 تمام. ممكن تعمليها بردك من بالليل للصبح، يعني تقومي بقى الصبحيه كده تسوي صينيه البطاطس بتاعتك. اي حاجه بتتدبل قبلها بيوم بتديها طعم تحفه. الفراخ بالذات لازم ندبلها قبلها بيوم. بس انا عشان مستعجله هخليها ساعتين كده واروح ايه مخلصه. بس المهم ان احنا نقلبها كلها ببعضها كده، نخلي المكونات دي كلها تخش في بعضها. حاجه بقى جديده وجميله والطعم روعه. اغسل ايديا وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. دلوقتي هنعمل بقى صينيه البطاطس بتاعتنا اهي. انا معايا هنا بصلتين كبار،
ومعايا فلفل حراق هو احمر واخضر، ومعايا واحده من اللي هي الكوبي، ومعايا هنا 4 طماطميات اللي هي حبايات من الطماطم، معايا هنا 4 صغيرين، ومعايا هنا 2 كيلو من البطاطس مقطعها كده، ومعايا الملح والفلفل. يبقى معايا 4 حبايات من الطماطم، معايا بصلتين، ومعايا واحده من الفلفل الكوبي، وواحد من الحامي، وواحد من الاحمر. عايزه تشيلي الحامي ويبقى بس هو الفلفل الرومي عشان بيبقى بارد، تمام، لان الفلفل بيديها ريحه حلوه قوي وطعم تحفه برضه. تعالي بقى ايه هنقول نحط اول حاجه ايه، هنحط اول حاجه البصل. نحط بقى مع البصل ايه، هنحط مع البصل ملح وفلفل. فلفل، وبرضه ما نحطش ملح كتير لان احنا محدقين الفريق، بس حبه صغيرين كده. هنروح عاملين ايه دعكين ده كله ببعضه بقى. اهو كده اهو، تبليها بقى كلها كده ببعضها، البصلايه مع الملح والفلفل. مش هنحط حاجه تاني، لا مش هنحط حاجه تاني لان احنا حاطين كل حاجه اهو مع الاجنحه. تعالي بقى نحط ايه بعد كده، هنحط الفلفل وهنحط الطماطم. انا عاوزه اقول لكم الريحه النهارده بتاعت صينيه البطاطس دي هتبقى تحفه ان شاء الله وجميله، وجربوها بقى على طريقتي، تحفه تحفه تحفه. اهي كده دبناها حلوه قوي خلاص. ومعانا هنا اهو ايه، معانا هنا البطاطس، نصفيها بقى كده كويس. هنا البطاطس هنا كده، دلوقتي هنظبط الايه صينيه البطاطس بتاعتنا دي كده. المهم ان انت تستفيها حلو قوي عشان الصينيه تاخد كل البطاطس كده اهو، وتعرفي كمان ان كله دخل في بعضه، يعني تحسي ان كله دخل في بعضه اهو يا حبايبي. ستفوها كده اهو من تحت لفوق عشان نبقى عارفين ان كل حاجه دخلت فيها اهي كده اهو، عشان كمان الصينيه تاخد كل الكميه. هتاخدوا بقى ريحه وطعم ان شاء الله تحفه اهي. هنمسك بقى الاجنحه بتاعتنا دي كده، نروح مستفين، نخلي من تحت الرقب عشان الرقب ما من فوق ايه هتنشف مننا، لا نخليها من تحت، نحاول كده نخليها من تحت اهي. لو هنخلي كده اهو، يعني ده الرقب من تحت، اما الاجنحه هنستفها من فوق اهي كده اهي كده اهو. تاكلي احلى واطعم ان شاء الله صينيه اجنحه اهي كده اهو. هنستفها بقى اخر الشهر بقى اعمليها، اتزنقتي في حاجه تروحي مطلعه من الفريزر على طول وقايمه عاملاها، منها مشويه ومنها كمان محمره، يعني مننا عملنا كمان منها صينيه بطاطس اهي كده اهي كده كده. من اللي هما البصل والطماطم بقى نحطهم من فوق الوش كده كده اهو. تعالوا بقى نحطها نسويها مع بعضينا على النار. هخليها بقى ايه يعني 10 دقايق كده، 3 4 غلوات، واروح ايه حطها في الفرن. تعالوا بقى نسويها مع بعض على البوتاجاز كده. انا بقى كوبايه ميه كده، كوبايه صغيره يا دوبك، بس ايه تديها غلوتين 3 بس. المهم احنا نرفع الفراخ كده واحط من تحت كده، وبعد كده بقى نغطيها بالورق الايه، بالورق الفويل اهو يا حبايبي. دلوقتي بقى هنغطيها كده اهوت، تاخد ودي بقى بشكل ودي مع نفسها كده، وبعد ربع ساعه بالظبط او يعني غلوتين 3 ونحطها في الفرن.
بس اهم حاجه تغطي عليها عشان ايه؟ البخار بتاعها هو اللي هيسوي الايه، هيسويها كويس. غلوتين 3 وهنحطها بقى في الفرن وما تطلع بقى ورقه. بس يا حبايبي الاجنحه خلاص بالبطاطس، حاجه كده بقى روعه وتحفه تحفه تحفه. نفسي تجربوها بالطريقه دي. وعملت معاها رز بالشعريه، عايزه اوريكم قد ايه البطاطس مستويه وجميله قوي اهي. بس عامله ايه؟ دايبه دوب، جميله جميله جميله. وبردك الفراخ اهي، الفراخ بقى عايزه اقول لكم حاجه كده روعه. بس عامله ازاي؟ جربوا بقى التتبيله دي تحفه وهتعجبكم قوي. لو وصلتوا لحد كده في الفيديو ما تنسوش تفعلوا زر الجرس والاشتراك وكومنت حلو كده زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.